النهاردة هنتكلم عن أقوى مهندس ديكور في الكوكب كله. مين هو أقوى مهندس ديكور في الكوكب وفي الدنيا كلها، ومن أشطر الناس اللي يعني زي ما بيقولوا كده العالميين. طيب، الديكور ده يعني دايما ايه الميزة اللي انت بتتميز بيها عن غيرك كمهندس ديكور؟ ايه الميزة اللي انت بتبقى انت شايف ال الشكل عندك افضل حاجة؟ التكوين والعناصر واستخدام الخامات والماتيريال واستخدام حاجات كتيرة قوي، والاضاءة واللايتنج. يعني بص هنقعد نتكلم فيها يعني بص محاضرات وكورسات وقصص ودكاترة ومش هنخلص، يعني مش هنخلص في الموضوع ده. لكن في حاجة كده مهما اتكلمت ومهما عملت انت كبني ادم مش هتعرف تعملها. طيب، عشان توصل للحتة دي او توصل للموضوع ده، هو يعني مهندس الديكور الجامد ده اللي هو الديكور الرباني، الديكور الكوني، اللي ربنا يعني جعلك انت لو قعدت سنين في حياتك تبتكر وتعيش عمرك ما هتقدر توصل للقوة والجمودية يعني انا مش لاقي الفاظ اقولها. يعني زي ما بالبلدي بنقول على الحاجة دلوقتي افشخ حاجة في الواقع مش هنلاقي الكلام ده. يعني ليه؟ تخيل بس ان انت بس احنا كدورنا كمهندسين بتوع كوبي وبيست وكت وقص ولزق والكلام ده كله، لكن الكون ده كله ربنا يعني مميزه. حاجة زي اللي ورايا دي كده يا جماعة، بص طبيعة. بصوا كم من انسيابية الجبال مع الخضرة مع الممرات مع الانسيابيات مع الاخر تحت تمازج الالوان ما بين المية، البحر والسماء. تعالى والنبي كده قول لي انت كده كفنان، كرسام، كمهندس ديكور، كأي حد تعرف تعمل حاجة من الحاجات دي؟ على الله، على الله ان شاء الله. زي ما بنقول النظرية بتاعتنا بلح البلح. طيب، نصيحة، احنا بنتعلم وما زلنا بنتعلم من الطبيعة. الطبيعة هي أقوى مدرسة تعلمك التصميم والأسس والتكوين. اسرح كده واسرد في الموضوع، وهطلع لك حبة فيديوهات صغيرة قسما بالله يعني انبهارات، وفي أكتر من كده كتير. ومصر معروفة بالحتة دي، احنا عندنا عباقرة لكن الفكرة كلها في الترند، والديكور ده شيك والديكور ده كذا. يا جماعة الديكور الرباني ده قسما بالله او الكوني ده حاجة فظيعة. تعالى يا باشا بص كده، تعالى سيادتك هنا بص هنا. يعني ايه ده؟ احنا بقى يعني انا لما تيجي تقول لي كمهندس اخري هروح اعدل اخر المصطبه دي واروح انا كتبه واعمل عليها ديكور من فوق، بس من تحت تحفه جبليه وانسيابات الحجر والتجريفات اللي فيها والنتوءات و الحاجات دي كلها. تعال بص كده، تعال شوف كده، هو ده الحاجات اللي احنا بنستغلها. بنستغل الاماكن او التبب العاليه فان احنا يعني نستخدمها فقط لا غير. زي ما بتشوف هنتكلم عن طرز وحاجات كتيره قوي جديده. الجلاله بشكل جديد، المناطق اللي طالعه كلها جديده، الناس اللي منتقده والكلام ده كله. بجد احنا بنعمل عظمه، احنا كمصريين بنعمل عظمه، احنا كمصريين كمهندسين ومعماريين عاملين شغل يعني مصروف عليه كفكره والكلام ده كله. اللي يقول لك لا انت كمصري في الاجنبي بيعملوا فيك، لا معلش، المصري عنده دماغ بنت لذينه برضه. بيني وبينك اهتم ببلدك عشان بلدك هتهتم بيك في يوم من الايام وهتحافظ عليك. متنساش تفعل زر الجرس وتعمل لايك سبسكرايب، وهوريكم مناطق كتير وبلدان كتير. حجر يا جماعه، حجر من الجبل، مفيش احسن من كده. فعل زر الجرس بقى وما تزعلنيش منك. السلام عليكم.